ولوالديكم أيها المؤمنون والمؤمنات، تقبل الله أعمالكم وطاعتكم وصيامكم وقيامكم، وللمؤمنين والمؤمنات. دعاء اليوم 13. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم طهرني فيه من الدنس والأقذار، وصبرني فيه على كائنات الأقدار، ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار، بعونك يا قرة عين المساكين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا لا انقطاع له إلا رضاه، وبعد الرضا ثم الصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، حبيب قلوب المؤمنين الصادقين، وأكرم الشفعاء والسفراء الإلهيين، المسمى في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأيضا وارد بهذا المضمون عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كذلك: ألا إن لكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. طبعا أولا هنا بين قوسين بالنسبة للآيات المتقدمة الذكر بالأمس وما قبل في الدروس السابقة، طبعا هي أبحاث هي متشعبة، ولكننا احتفظنا على بعض الأبحاث في هذه الآيات اللي ذكرناها في قصة قابيل وهابيل ضمن تلك الآيات من سورة المائدة، لأن مبنانا ليس هو مبنى التفصيل في كل شيء في هذه الأمور، إنما كان هو مبنانا أن نعطي شيئا ولمحة بسيطة، ولو أنه الآن تنير لنا الطريق وتوضح لنا الطريق في مسيرتنا نحو الله ولو بنحو من الأنحاء. أما هذا اليوم ننطلق من خلال هذه الرواية المباركة عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أن لكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. في شهر رجب، في شهر شعبان، في شهر رمضان، هذه الأشهر الثلاثة التي مر علينا شهرين منها ونحن في الشهر الآن متقربين أو قريب من منتصف الشهر الثالث من هذه الشهور الروحية والمعنوية، هي تنصب فيها الرحمة الإلهية صبا. أما في شهر رمضان فتتجلى بأعظم ماذا التجليات وأعظم المظاهر الإلهية بكل أوقاتها، بكل دقائقها، بكل ثوانيها، بكل لحظاتها، بكل آناتها تتجلى الرحمة الإلهية في هذا الشهر كل أوقات. ولذلك أنفاسكم فيه شنو تسبيح، نومكم فيه عبادة، كل حركة تتحركها هذه حركة عبادية. أنت الآن
تتعرض إلى هذه النفحات أو تعرض عن هذه النفحات، هذا بيدك أنت، الله جعلها بيدك. تتعرض إلى النفحات الإلهية تنصب عليك، هذه الرحمة الإلهية. فإذا هذا الشهر المبارك، الشهور العبادية المباركة، ونحن في أعظم شهر من هذه الشهور العظيمة الذي هي عيد أولياء الله، هي تنصب فيه الرحمة الإلهية بكل عظمتها، التعبير بكلها على عباد الله أقوى وأكثر من سائر الشهور الأخرى، حتى أكثر من شهر رجب، أكثر من شهر ماذا؟ شعبان. وهذه الثلاثة أكثر وأقوى من جميع الشهور الأخرى تنصب فيه هذه الرحمة الإلهية. هكذا إنما هنالك ماذا؟ تختلف درجات نزول هذه النفحات الإلهية من حين إلى حين آخر، ومن زمان إلى زمان آخر، ومن مكان إلى مكان آخر. إذا كان في هذا المكان هو كان ماذا؟ في بيت من بيوت الله، أن يكون يختلف عن ماذا؟ مكان آخر، المكان له أيضا ماذا؟ له قيمة، له قداسة. مضافا أن الزمان هنا هو الظرف الزماني، وهو المتمثل في شهر رمضان مثلا، كما هو حديثنا الآن، فيختلف عن أي زمن آخر. ولذلك المقاييس تختلف، العبادية أيضا ونزول الثواب، وأن الصوم لي وأنا أجزي به، لعل الله يعني الله يعطي الثواب بلا انقطاع بلا حدود في مثل هذا الشهر المبارك. ولذلك تضاعف الأعمال، تضاعف الثواب، وفي المقابل يضاعف العقاب على من ماذا؟ يدنس هذا الزلل، وينتهك حرمة شهر رمضان المبارك. في المقابل لابد يكون هذا بهذا. فإذا المكان أيضا يختلف. إذا كان مثلا هنالك كنت عند بيت الله فيختلف عن أي مكان آخر. إن كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله فأنت هنالك أيضا مكان له أيضا قدسيته، وله أيضا ماذا؟ عنايته الخاصة. عند أمير المؤمنين، عند الإمام الحسين صلوات الله عليه مثلا، عند الإمامين الكاظمين، عند العسكريين، عند الرضا، عند المعصومة، عند زينب سلام الله عليها، عند جعفر الطيار سلام الله عليه، في المشاهد المباركة الطاهرة. فطبعا هنالك تختلف النفحات، نزول النفحات من مكان إلى مكان. الآن في بيتي أو نزولها ماذا؟ في المسجد، وهو بيت من بيوت الله، أيضا تختلف النفحات في نزولها. إذن يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، ولكن هذه النفحات لا تنقطع أبدا، موجودة، نفحات لا تنقطع. هذه الرحمة إذا انقطعت عن القلوب ماذا تصنع؟ تكون هذه القلوب قلوب جافة، تجف هذه القلوب مثل الأرض التي تجذب، هنالك ويصيبها القحط، هنالك لا ماء ينبع حسب التعبير، ولا ماء أيضا ينزل من السماء. ماذا يكون في تلك الأرض؟ أرض طاحنة، ولا جرداء، أرض جافة قحط لا حياة فيها. هذه لو تنقطع لحظة من هذه النفحات الإلهية كما تجف في الأرض تماما. إذا انقطع أنا مطر السماء. وأحيانا جفافا من أين؟ هو الجفاف أكثر عادة ما يكون من نفس الإنسان. هو الإنسان هو الذي يجعل هذا القلب جافا بسبب ذنوب، بسبب معاصي. وما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب،
خلاص تقسو فتكون جافة. وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب كما ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذن كان عندنا هنالك شيء أنت الآن تعرض إلى هذه النفحات، لكن لا تعرض عنها. النفحات موجودة في كل لحظة، في كل آن من الآنات. هذه النفحات الربانية والإلهية هذه عادة في الأغلب تأتي ماذا على نحوين. نحن نرى الآن أن نتكلم عن نحو واحد قد نكون أو نشير إلى نحو واحد بحسب المقام. النحو الأول هو الجذبات الربانية، النحو الثاني هو الإلهامات والواردات القلبية، إلهامات إلهية واردات قلبية. هذا هو نحو آخر من التعرض أيضا إلى هذه النفحات العظيمة الإلهية، اللي أنه إما تعرض وإما تتعرض، مثل الذي الآن إما يعرض إنسان عن الشمس فلا يجعل الشمس تصيب جسده، أو يتعرض إلى الشمس فيعني ماذا؟ يعني يقبل إلى الشمس لكي ماذا؟ تصيب هذا الجسد ويستفيد من دفء هذه الشمس ومن عطاء هذه الشمس. صحيح؟ فنقول الآن تعرض إلى الشمس. نعم. وأحيانا يقول شنو؟ أعرض عن الشمس، راح إلى الفي، راح إلى الظل، تعب عن هذه الشمس. زين. أحيانا تتعرض إلى النور الإلهي فيغدق عليك بالنور الله بالنور الإلهي حينما تقبل. الله نور السماوات والأرض. حينما تقبل إلى هذا النور، مثل هذا النور الآن اللي أمامي، إذا تقربنا من هذا النور يشرق علينا أكثر. بمقدار ما نبتعد عن النور يصير بصيص النور أقل، فإذا ابتعدنا تماما يكون الوضع ماذا؟ مظلما، لا نور، لا وجود للنور. أليس كذلك؟ هنا أيضا التعرض إلى هذه النفحات هكذا، ولا هي نفحات موجودة. زين. أول هذه قلنا الآن هذه الجذبات الربانية، قلنا على هذين النحوين، جذبات عندنا ربانية أو واردات قلبية أو إلهامية يسموها. لاحظ، لكل من هذين النوعين من النفحات الربانية يقول أهل المعرفة طريقته الخاصة في العمل في القلوب السليمة. تعمل عمله في القلوب السليمة، كل واحدة طريقة وإلها ماذا؟ تجليات. نشير احنا إشارة. مثلا عندنا الآن الأول هي الجذبات الإلهية، الجذبات الربانية، هي جذبات تجذب الإنسان. الجذبات الإلهية فإنها ماذا؟ تجذب القلوب السليمة إلى الله تعالى. هي الجذبات جذبا بدرجة مختلفة، هي تختلف من شخص إلى شخص، ونوعية الجذبات أيضا وتعرضك للجذبات أيضا تختلف بتعرض. الآن لما واحد يقبل على الصلاة بكله ما يختلف الإنسان يقبل الآن هو يصلي وهو في مكان آخر، فإذا الجذبات تختلف لو ما تختلف. صحيح؟ تعرضي وتعرضك للجذبات صار ماذا؟ يختلف أو لا يختلف؟ يختلف. إذن الجذبات الإلهية هنا الآن تجذب القلوب السليمة إلى الله تعالى جذبا، لكن بدرجات مختلفة على قدر استعداد الإنسان. ما هو استعدادك للدخول في دائرة الجذب الإلهي والجاذبية الإلهية؟ ما هو استعدادك؟ بمقدار استعدادك للتعرض للدخول في هذه الجذبات، بهذا المقدار تدخل في دائرة ماذا؟ الجاذبية الإلهية. بهذا المقدار. لما تكون عندك قابلية وجاذبية الآن يجذبك للقرآن،
فتقرأ القرآن. ومن أفضل الأشياء أن تقرأ القرآن، خصوصا ماذا في هذا الشهر المبارك، تتلو القرآن. لكن الشخص أنت تتعرض إلى هذه الجذبات الإلهية فتنفتح على الله، واستعداد عندك كبير. كلما زاد الاستعداد والسعة الوجودية عندك من خلال استعدادك لأن تتتلمذ على القرآن المبارك، بمقدار ما تنفتح على القرآن ينفتح القرآن عليك ويجذبك القرآن عليك. يعني تأنس بالقرآن، يعني تأنس بذكر الله بهذا المقدار. لذلك الشيخ جواد آمري حفظه الله وأيده كان يبين شلون نعرف الآن احنا الآن أنسنا أننا عندنا أنس بالقرآن أو ما عندنا أنس بالقرآن. وأيضا نضيف نحن نقول عندك أنس بالدعاء الآن بقراءتك للدعاء والمناجاة، أو ما عندك أنس. ما هو مقدار أنسك الآن؟ هل حصل هذا أم لم يحصل؟ الآن مضى الآن ما يقارب الآن قريب النصف من شهر رمضان. ما هو مقدار أنسك بالقرآن؟ وهل أنست بالقرآن؟ وهل أنست بذكر الله؟ وهل تحول ذلك إلى عشق للقرآن وحب للقرآن مثلا؟ هل ذلك أصبح له إن صح التعبير تأثيرا على الجانب القلبي، على الجانب الروحي، على الجانب العقلي، على الجانب الفكري، على الجانب العقدي، على الجانب الأخلاقي؟ هل رفع مستواك الآن في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى وتعرضك إلى اللطائف القرآنية والعرفانية، إلى اللطائف ماذا القرآنية، إلى تعرض آيات الله إلى أنوار وإشراقات الآيات المباركة على روحك، على جسدك، على سلوكك، على فكرك؟ ما مقداره؟ كيف تعرف هذا الأمر؟ عندك أنس لو ما عندك؟ الشيخ جواد شو يقول؟ يقول شوف مقدار حينما أنت تقرأ القرآن مثلا، هل تقرأ والآن ويصيبك نوعا من النشاط أو نوع من التعب والخمول؟ سيدك هالمعنى. يقول إذا صار عندك نشاط هذا دليل الأنس، لأنه هو يخلق النشاط. قراءتك للقرآن هي تخلق النشاط. بتعبير الآن حديثنا نحن الآن، هي تعطيك جذبات أخرى أعظم وتعطيك استعدادا أكثر. فكلما أنت أنست وقرأت القرآن أكثر صار عندك استعداد أكثر لتقبل هذه الآيات المباركة ولطائفها والإشراقات النورانية والإلهية والجذبات الربانية من خلال القرآن. واضح؟ أنت الآن هل تعلق قلبك مثلا بالمسجد أكثر مما مضى قبل شهر رمضان، أم أصابك نوعا من الكسل للذهاب؟ كيف أنا أذهب إلى الصلاة؟ أذهب مغرب وإذا هناك 3 4 5 10 أشخاص في المسجد، الباقي وين؟ قال جوعان يفطر، يلا أسرع أركض إلى السرعة إلى ماذا 140 200 السرعة، على أساس بس شنو؟ يروح يفطر أو يأكل لقمة. صحيح؟ صحيح مو صحيح؟ زين؟ هل هذا الآن أو أنه أساسا يقول ما أستطيع أن أذهب إلى المسجد أنا بفطر؟ ما قوة جاذبية المسجد عندك الآن في شهر رمضان؟ هل تضاعفت؟ إذا تضاعفت يعني حصلت على جذبات إلهية أكثر. لاحظوا ولا؟ يبقى الآن لابد توسع أكثر استعداداتك وتحصل الفيوضات الإلهية أكبر. حينما نسمع في مضمون الروايات عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إذا بلغت باب المسجد فاعلم أنك أمام باب ملك عظيم، نعرف هذا المعنى. صابك الوجل، صابك الخشوع، لاحظوا ولا؟ صابك ماذا؟ الجد والجاذبية إلى هذا المكان وإلى الذكر وإلى الصلاة، أليس كذلك؟ إذن هذا الآن لابد نشوف استعدادي ما هو. هل وسعت استعدادي أم لا؟ إذن ينبغي علينا أن نوسع الاستعداد. بمقدار ما نوسع الاستعداد إذن احنا نتلقى
الجذبات الإلهية والنفحات الإلهية، وبذلك المقدار بمعنى آخر نتعرض إلى النفحات، وبمقدار ما نعرض هنا أيضا هنالك نضيق الحالة، يعني نحن نعرض عن ماذا؟ عن تلقي هذه النفحات فتجذب القلوب. إذن هذه الجذبات يا أحبتي تدخل في القلوب فتجذب القلوب والأفئدة، فتفعل فعلها في قلوب عباد الله، فتظهر في حياة الإنسان على صور متعددة. صور من الصور صورة الحب، حب الله سبحانه وتعالى. لما نقول حب الله سبحانه وتعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لاحظوا لا؟ زين. إذن الحب يقودني إلى مسألة حقيقة هذا الحب، صادق غير صادق، هو العمل والاتباع للنبي صلى الله عليه وآله. زين القرآن هو يقول استجيبوا يا أيها الذين آمنوا، تقرأوا القرآن يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن حياتكم باتباعكم واستجابتكم للنبي صلى الله عليه وآله. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. زين تعال يا رسول الله كيف نحبك كيف نتبعك؟ زين قال إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هذه حياتكم. قال إن القرآن ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه حياتكم. قال إن القرآن وإنك لعلى خلق عظيم، هذا حياتكم طريقكم. لاحظوا لا؟ هذه الجذبات، هذه الجذبات الإلهية تصير عندك تفتح تتحول إلى حب. الحب له أيضا مصادر، له واقع في العملي ما كان إذا ما في فرق. جذبات أنا راحت علي، تعرضت إلى صار عندي حب. لكن كما يقول أولئك لما الفرزدق مر على الإمام الحسين سلام الله عليه في إحدى المنازل وهو الإمام الحسين متجه إلى كربلاء، وهذا الفرزدق خارج من الكوفة جاي، ماذا قال والتقى مع الإمام الحسين في الطريق؟ قال كيف خلفت أهل العراق؟ شلون تركت؟ بالمضروب. الفرزدق ماذا قال؟ الفرزدق قال ماذا؟ أول شيء قال أقولها عام أو أقولها خاص، يعني أقول لك إياها هذا الآن سر. قال ما على هؤلاء سر، أصحابه في الطريق لابد أن يكونوا على بينة، على وضوح، على يقين، على حقيقة، وعلى هدف واضح. لاحظ ولا؟ قال ما هؤلاء سر. قال خلفتهم، التفتوا جيدا، خلفتهم قلوبهم معك وسيوفهم عليك. لاحظ كيف؟ إذا ما في اتباع، هذا مزيف، هذا الحب ليس حبا حقيقيا. الحب شنو يقول؟ اتبعوني. إن كنتم تحبون الله، يعني إن كان هذا الحب حبا حقيقيا فاتبعوني يحببكم الله. النتيجة في الاتباع يأتي حب الله. إذا وقع حب الله تعرضت الآن، أصبحت حتى قضية السعة الوجودية لقلبك وتلقي النفحات والجذبات الربانية أكبر. تبتم؟ زين. هذه صورة تترقى إلى صورة الشوق إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون ماذا شنو؟ دائما في شوق إلى الله، كما تسمعون في قضية النبي شعيب كيف يعبد الله سبحانه وتعالى، وكيف أنه يبكي حتى تعمى عينه، ثم الله سبحانه وتعالى يريد له، ثم مرة ثانية وثالثة ورابعة. لاحظ رواية أنا أختصرها بالمعنى. زين. إلى أن الرابعة يا شعيب يقول إن كنت تريد الجنة فلقد أعطيناك، حقه تبكي. إن كنت خائفا من النار فقد آمناك، أنت حقه إيش بعدها كذلك تبكي؟ خلاص أنت حصلت الجنة وأنت مأمون ماذا؟ من دخول النار. قال وأنت أعلم يا إلهي
مضمون الرواية، أن تعلم أنه ليس بكائي لا لشوق للجنة ولا خوفا من النار. يقول أبكي شنو؟ ألقاك أو أموت دونك، يعني يريد لقاء الله سبحانه وتعالى. هذا عشق إلهي تمثل بهذا، شوق عنده. الإمام السجاد في الصحيفة السجادية يمثل أن هذه القلوب مثل بساتين، القلوب دي بساتين، لكن لا تزرع فيها أي شيء، في زروع مختلف، لكن في شجرة من النوعية من أنواع الشجر هي أهم من الأشجار الأخرى، كلها تنطوي تحتها. شو يقول؟ واجعلني من الذين ترسخت أشجار الشوق في حدائق صدورهم. لاحظوا له صار الشوق، هذا اللي يصير الجذبات الإلهية يصير عنده أكثر، يصير عنده الشوق أكثر إلى قراءة القرآن، الشوق أكثر إلى مساجد الله، الشوق أكثر ماذا لتطبيق أحكام الله. لاحظ من خلال ذلك. إذن هذه الصور من الصور، كذلك صورة من الصور هو ذكر الله سبحانه وتعالى، ولذكر الله أعظم. ذكر الله سبحانه وتعالى بأنواعه، ذكر القلبي والشعوري، ذكر ماذا العاطفي، الذكر السلوكي، كله ينطبق. ذكر الله دائما هو مع الله، دائما هو مع الله، والأنس بذكر الله سبحانه وتعالى، يأنس بذكر الله، هو بين خلائق لكنه يذكر الله، مو لازم ياخذ سعر، لا. بعضهم يقول يرجع إلى الذكر الخفي. ما هو الذكر الخفي؟ العرفاء يركز على هذا، شنو؟ قول لا إله إلا الله، لأن ما تحتاج قول لا إله إلا الله أن تفتح شفتيك، ما يعلمك إلا الله. أنت ذاكر أو ليس ذاكر، من هو اللي يعلم؟ الله. شوف أنت الآن قل لا إله إلا الله بداخلك بدون ما تتحرك شفتيك، تقدر ولا ما تقدر؟ بدون ما تتحرك شفتيك، هذه من نعم الله، من لطف الله سبحانه وتعالى. إذن أنس الله، ذكر الله، الصلاة، الدعاء، المناجاة، والانقطاع إلى الله وما إلى ذلك من ألوان العلاقة بالله تعالى، هذه تعتبر ماذا؟ تدخل القلوب ماذا؟ وين؟ في الجذبات الربانية. هنالك كلام يأتي إن شاء الله.